مقروط المقاهي ومقيرة المحلات هي الوصفة اللي خيرت أني نشاركها معكم اليوم. كيفاش نتحصلوا على مقروط مرمل ومعسل؟ وش هو السر اللي يخلي المقروط ما يتفتحش في المقلة؟ مرحبا بكم في قناتكم الوهرانية كويزين. نستأذنكم ندخل بيوتكم وإن شاء الله نكون ضيفة خفيفة عليكم، نقدم لكم وصفات، نشارككم أفكار، نهمس لكم على حيل وتدابير مطبخية. وصفتنا تكون بمقادير مضبوطة، يعني ما كانش عينك هي ميزانك ولا مقادير بالتقريب. هذا مع نقدم لك سر القلي وبعض الخطوات اللي تسهل عليك عملية التحضير. بلا ما نزيد نطول عليكم اكتر، يلا معايا ندخلوا المطبخ ونحضروا الوصفة مع بعض. على بركة الله نحتاج في هذه الوصفة 3 كيسان من السميد المتوسط، كاس إلا ربع زبدة دايبة، كاس من الماء، الكاس المستعمل 250 مليلتر. كما راكي تلاحظي نضيف ملعقة كبيرة من السميد الرقيق، يعني سميمدة ولا رطيبة كما يقولوا في بعض المناطق، لكل كأس من السميد. عاود نذكرك، كأس من السميد المتوسط تقابله ملعقة كبيرة من السميد الرطب. السميد هو الدقيق والسميدة هي الدقيق الناعم جدا. نضيف كاس إلا ربع من الزبدة الدائبة ونخلطه. إذا كنت تشوفي القناة لأول مرة تشوفي أنها تستاهل تطلع وتستحق المشاهدة، ما عليك حبيبتي إلا الاشتراك والبارتاج والضغط على زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات. نرجع لوصفتنا من جديد. طبعا هنا راني نخلط فقط كبداية بملعقة خشبية، بعدها غادي نستعمل اليد وهي أهم مرحلة في المقروط. نخلط باليد ونحبكه مليح، أي نضغط على السميد باليد حتى ندخله كامل كمية الزبدة اللي أضفناها. بهذه الطريقة اللي راكي تشاهدي فيها، كمية من السميد نحطها ما بين اليدين ونضغط عليها جيدا. نضيف هنا 3 ملاعق كبار من الزيت ورشة ملح. بعد ما أضفنا الزيت نخلط مرة أخرى، ثم نشمخ بنصف كاس من الماء. كما لاحظتي في البداية أنه كمية الماء في الوصفة هي كاس ماء بارد. حجم الكاس 250 مليلتر، احنا نحتاج الآن نصف الكمية، نصف كاس. أما النصف الثاني نخلوها على جهة، نخلو سميد مدة ربع ساعة. في هذه المدة نحضروا الحشو. بالنسبة للحشو 300 غرام من التمر المعجون، نضيف عليه ملعقة صغيرة من الزبدة الطرية ورشة قرفة اختيارية، نعجنه مليح ونخلوه على جهة. في هذا الوقت وبعد ربع ساعة نرجع للسميد ونجمعه بنصف كاس الماء المتبقي اللي كنا خليناه من قبل. نقسم العجين على 2 وأيضا الغرس اللي هو الحشو على 2. الأولى نقسمها ونشكلها 2 حربول، والثانية نخليها على جهة. هنا راني في مرحلة تشكيل المقيرط الصغير. ندير حربول، نعدله مليح، نفتحه بواسطة سكين، نحط في وسطه حربول آخر من الغرس ونغلق. بعد ما نحط الحشو لازم نضغط مليح، نغلقه مليح ونضغط بالأصابع. نحاول أنني أيضا نعدل مليح حتى تجي الحبات متحوفة، ونقطعه مقروطات صغار. نكرر العملية مع الحربول الثاني بنفس الطريقة،
ولكن هاد المرة راح نطوله شوية باش نتحصل على حبات أصغر. راكي تلاحظي أمامك أنني حطيت الحشو، عدلته، لكن طولته. كل ما تطوليه أكتر تتحصلي على حبات أصغر. إذا الحربول الثاني درته رقيق وطولته وقطعته، تحصلت على حبات صغار. لاحظي الفرق بين الحبات، يعني انت تتحكمي في حجم الحبات. اذا رققتيه اكتر تتحصلي على اصغر من اللي خدمناهم في المرحلة الثانية. النوع الثاني من المقروط المستطيل المعروف بمقروط المقاهي، نحشوه بغرس مخلط بالجلجلان المحمص اللي هو سمسم محمص. نحط العجينة فوق كيس بلاستيكي ونفتحها باليد فقط دون استعمال الحلال. نفتح الغرس على شكل مستطيل، يكون نصف مستطيل سميد. الخدمة دايما تكون بكيس بلاستيكي شفاف، راح يساعدك أكتر في الخدمة بطريقة عملية جدا. أنا هنا خواتاتي اضطريت نقص منه، كان أكبر من النصف. بمساعدة الكيس ألف بهذا الشكل. أتمنى تكون الصورة واضحة. فقط تبعي الخطوات تتحصلي على أحلى وأحسن مقروط مقاهي. نعدلها بشكل طولي، نستعين في هذه المرحلة أيضا بالوراق ولا الحلال. بعدها نخططها بالسكين ونقطعها إلى مستطيلات متساوية. من بين أسرار قلي المقروط، خاصة اللي دايما المقروطي تفتح لها في المقلاة، هي أنك قبل ما تحطيه وقبل ما تقليه تغطسي الحبات في الماء. أنا هنا كانت كاينة إضافة وين زدت قطرات من ماء الزهر إلى الماء. من الأحسن أنك تغطسي الحبات في الماء، بعدها تحطيهم في ورق مصاص الزيت ولا تحطيهم يتقطروا شوية. أنا هنا لضيق الوقت كنت نخدم مباشرة، حتى أنه في بعض الأحيان ما نخدمش بهذه العملية، فقط حتى نعطيك فكرة. شوفي اختي، ولا حبة انتحلت في المقلاة نقلبه بكل سهولة. طيبي المقروط على نار متوسطة حتى تضمني انه يطيب من الداخل وما يبقاش معجن. مباشرة بعد ما تقلي حبات المقروط تحمريهم على الجهتين، حطيهم في العسل هكا يتشربوا مليح ويجيك مرمل ومعسل. ها هو المقروط جاهز. رانا نزينو فيه بحبات ولا رشة من الجلجلان المحمص. نتمنى الوصفة تكون عجباتك وتجربيها. ما تنسيش دعم القناة إذا تشوفي أنها تستاهل الدعم. في الختام ما بقى لي غير نقول لك نلتقي في وصفات أخرى. مني الاجتهاد ومنكم التشجيع، والقادم أحلى. سلام.